السلام عليكم، يسعد صباح الجميع، يا رب تكونوا بخير. السؤال النهارده بيقول يا دكتور ايه الفرق ما بين التساقط التفاعلي والتساقط الوراثي؟ ازاي افرق ما بين الاثنين؟ التساقط التفاعلي باختصار دي مشكله مؤقته نتيجه اكتر من عامل، منها نقص فيتامينات زي الحديد وفيتامين د والزنك. دول الثلاثه المينلي. بنعمل صوره دم شامله فيها مخزون الحديد، فيرتين، فيتامين د وزنك. ده واحد. رقم اتنين، ممكن يكون عندنا حاجه اسمها بوست بارتم تولوجين افلوفيوم. واحده ولدت بعد الولاده ب3 شهور يبدا الشعر يقع. عندنا بعد عمليه جراحيه مثلا زي تكميم معده 3 4 شهور او 3 شهور بالتحديد بيبدا الشعر يقع. في عندنا تروما مثلا، حادثه، حد زعل، حد مشكله نفسيه، خبر وحش، بعدها ب3 شهور يبدا الشعر يقع. دي مشكله مؤقته بتقعد يعني 6 شهور ماكسيمم لسنه، وبعدين الجسم بيرجع تاني كاونتر اكت، يرجع الدنيا لطبيعتها، ولكن بناخد ادويه عشان نسرع الدنيا، نسرع الهيلينج يعني. ده بالنسبه للتساقط التفاعلي. التساقط طبعا في اسباب تانية، ولكن ده مين ليه يعني. التساقط الوراثي مرض مزمن، قلنا زي السكر زي الضغط، مشكله مزمنه. آه، لو التساقط اكتر من سنه غالبا بيكون تساقط وراثي. المريض بيخش على الدكتور، الدكتور اول ما يشوفه ممكن كاتب له وصفه على طول. طب يا دكتور انت كشفت، انت عرفت ازاي؟ بيبان باترن شكل التساقط. التساقط التفاعلي بيكون في كل الشعر نفسه، مفيش متركز في حتت معينه. شعر الجسم كمان بيبدا يقع في اوقات كتيره جدا، الدقن، الصدر، الرجل، معناها عشان نقص فيتامينات. ده التساقط التفاعلي. التساقط الوراثي بيكون باين سبعتين والشعر فاضي من النص، خلاص وانت واضح داخل على الدكتور. الدكتور اول ما يشوفك كده عارف والدي عنده صلع، وجدي عنده صلع، وعم عنده صلع. طب انت يعني هيكون عندك ايه مثلا يعني؟ خلاص صلع وراثي. مش محتاج الدكتور في اول المشكله مبقاش عارف، فبيعمل ترايكوسكوبي، يبص يلاقي الشعرايه خارجه. كان مثلا عدد الشعرات 3 4 شعرات خارجين من البصيله، آه، وزي الفل. دلوقتي يلاقي اللي خارج من البصيله شعرتين، واحده سميكه واحده رفيعه، خلاص ده اسمه فالس هير، معناه ان في مشكله وراثيه، الشعر بدا ينحف. تمام، يبقى ده في التساقط الوراثي. في تساقط هرموني نفس الوراثي بالظبط، بيحصل عندنا ازاي؟ ان تكيسات على المبايض، تكيسات على المبايض مثلا في النساء، خاصة السن الصغير. بنعمل سونار عشان نتأكد، لأن هو معناه إن الإستروجين بيقل والتستوستيرون بيزيد. فهنا بيعمل الباترن برضو بتاع النساء، اللي هو الشعر يبقى فاضي من نص. الفرق ما بين الشعر ده بيكون واسع، وكمان تلاقي في الجنبين كده، وتلاقي الشعر بيموت كل ما تيجي تسرح تبقى خايفة ترمي الشعرة، تلاقي شعر بتعبي اكياس منه. تمام. ده التساقط الوراثي برضه، والتساقط الهرموني نفس القصه، والتساقط اللي هو التكيسات المبيض اللي هو هرموني. في عندنا برضه بعد سن ال50، بوست بيسموه اللي هو البوست مونوبوز، او بعد انقطاع البريود. بعد انقطاع البريود الاستروجين بيقل، فالتستوستيرون بيزيد. معظم البنات او الستات اللي فوق سن ال50 تلاقي شعرها بيقع. ليه؟ تساقط هرموني زيه زي الوراثي، لازم ناخد علاج، وعلاج على طول. ده الفرق ما بين الاثنين بشكل بسيط. اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله، معلومه جديده.